اهلا بيكم متابعين قناة راديو كورة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة علشان توصلكم اخر الاخبار وكمان البث المباشر لاحدث المباريات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. الخبر العاجل اللي معانا النهارده واللي تم نشره على بعض الصحف والمواقع الرياضية هو اصابة شريف اكرامي وانه ترك تدريبات المنتخب. الخبر بيقول: غادر الحارس شريف إكرامي المران الأول لمنتخب مصر متأثرا بإصابته. المنتخب المصري بيواصل التحضير لأولى مبارياته في بطولة أفريقيا واللي هتكون يوم الثلاث أمام مالي. منتخب مصر هيشارك ضمن المجموعة الرابعة واللي بتضم مالي وغانا وأوغندا. ووضحت بعض المواقع اللي تم نشر الخبر فيها إن إكرامي غادر المران الأول على أرض الجابون متأثرا بإصابته على مستوى العضلة الخلفية، وبالتالي واضح إن كوبر هيعتمد على الشناوي والحضري. مستنيين آرائكم، هل الحضري أو الشناوي أي حد فيهم هيكون أفضل من إكرامي، ولا شايفين إن المنتخب دلوقتي في مشكلة كبيرة بعد إصابة إكرامي؟ وما تنسوش الاشتراك في القناة وشكرا لكم. إذا أعجبك الفيديو يرجى الضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. قناة راديو كورة، أنت في قلب الحدث.